حيدر نبي أجمل أماكن الجذب السياحي في الشمال التركي، والمكان الوحيد اللي ممكن فيه حرفياً تتمشى بين السحاب. ما هي مرتفعات حيدر نبي في الأساس هي مركز الضباب الأسطوري، واللي بيكون حواليك طول ما انت هناك، لأنك بتكون على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر. حواليك المرتفعات الخضراء على مد البصر. في حيدر نبي هتعيش تجربة الراحة النفسية والهدوء. كل ده هيكون وسط الحياة الريفية التركية وأهلها البسطاء، لأن المكان هناك مليان بأماكن الرعي الخضراء المريحة للروح والعين. وكمان هتجرب الأكلات التركية البسيطة في جو منعش، مش هتحس فيه بأي حر مهما تمشيت وتأملت في الطبيعة حواليك. وده في تجربة السياح بيجولها من آخر العالم مخصوص. ده بالإضافة لطابعها الديني الإسلامي، لأنه بيقال عن حيدر نبي إن سيدنا الخضر مر من عليها، وكان بيظهر من وسط الضباب الأسطوري اللي بتشتهر بيه المنطقة علشان يساعد المحتاج ويرشد التايه. ومع قيمة المكان الدينية دي، بيحب السياح كمان إنهم يعيشوا تجربة ركوب الخيل والتخييم وسط المراعي الخضراء، وكمان تأجير الأكواخ الخشبية اللي بتشتهر بيها المنطقة، واللي بتكون مطلة على منظر خيالي للعالم من فوق. ده غير كمان إنك ممكن تجرب تقعد في الهواء الطلق بس جوه الفقاعات المنتشرة في المنطقة، وده بيخلي حيدر نبي مكان مناسب جدا لرحلات شهر العسل والرحلات العائلية. يعني كل الخيارات متاحة. حيدر نبي مكان مليان بالأنشطة المناسبة لكل الفئات العمرية، سواء من محبين الهدوء والتأمل والحياة الريفية البسيطة، أو محبين التصوير وسط الجبال والضباب والمراعي الخضراء، أو حتى محبين النشاط والحركة وركوب الخيل، وحتى المرجحة وسط الجبال. ومن أجمل الفعاليات الموجودة في حيدر نبي هو المهرجانات التركية التقليدية، واللي بينظمها المكان هناك علشان يحتفلوا ببداية فصل الصيف وموسم الرعي. المهرجانات دي بتكون مليانة برقصات الفولكلور التركي والموسيقى التراثية والأكلات الريفية. حيدر نبي مش مجرد مرتفعات عادية، دي تجربة أشبه بالخيال، هتعيشها مش وانت على الأرض، لكن هتعيشها بين السحاب، وروحك فيها هتجرب إحساس الغموض والسحر.